ايوه بقى، هو ده اللي احنا كنا عايزينه. اداء ممتاز، تشكيل اتغير، حطينا كل لعيب في مكانه، ما غيرناش في اماكن اللعيبه كتير، كل حاجه بقت مظبوطه، فعملت اداء مظبوط. احنا محتاجين ان احنا نمشي على الاداء ده على طول ونطور من نفسنا ونطور من ادائنا. كسبنا الماتشين الاولانيين وخدنا ال6 بونت وبقينا اول مجموعه، ده شيء ممتاز. في الماتش رقم 100 لمحمد صلاح بيسجل جوله 58، ده شيء يتضاف لتاريخ محمد صلاح الدولي. يلا بينا نتكلم في التفاصيل. ونبدا بتشكيل منتخب مصر اللي ابتدى بمحمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني باك يمين، محمد حمدي باك شمال، رامي ربيعه مساك، وخالد صبحي في اول مباراه دوليه ليه، لعيب عنده 30 سنه بيشارك في اول مره في منتخب مصر. مساك بيلعب برجله الشمال، حاجه زي الفل، مش محتاج اكتر من كده حتى لو بتجربه لاول مره. في نص الملعب مروان عطيه، حمدي فتحي، زيزو، محمد صلاح، تريزيجيه، اسامه فيصل. بيبدا النهارده مكان مصطفى محمد اللي اتصاب الماتش اللي فات. ابتدينا الماتش ضاغطين، لينا شكل، لينا اداء في الملعب. مروان عطيه وحمدي فتحي وجودهم في نص الملعب فرق جدا غير الماتش اللي فات. لما كنت بتلعب بزيزو وتريزيجيه في نص الملعب ما كانش عندك اللعيب اللي بيقطع كوره. النهارده مروان وحمدي موجودين في نص الملعب، بيقدروا يقطعوا كوره ويقدروا يسلموا في اسرع وقت. بقينا بنجيب الكوره بسرعه جدا. في الدقيقه 4 ضغطنا بالكوره، مروان عطيه باص واحد لمحمد صلاح بيسدد، ترجع من ايد الجون، تريزيجيه جون. الدقيقه 5 1-0 لمنتخب مصر. زي الفل، هو ده اللي مطلوب. منتخب ضعيف اضغط عليه من اول دقايق، تسجل جون الماتش يهدى عليك. الجون الثاني طلع من ورا رامي ربيعه، عدى بالكوره نص الملعب، شيب ممتاز لتريزيجيه اللي قاطع مكان راس الحربه، بقى انفراد تام بحارس المرمى، جول. الدقيقه 30 بيعتبر الماتش انتهى، انت بقيت واقف على ارض الملعب، مش فارق معاك اي حاجه، الفرقه اللي قدامك بتحاول ترجع فبتفتح خطوطها. وده اللي خلانا نقول الماتش اللي فات احنا كنا وحشين ليه. النهارده دي مميزات، ان انت لعبت لعيبه في اماكنها، لعبت لعيبه كواليتي اقل بس حافظ مكانه. لكن ان انت الماتش اللي فات جايب لعيب بكواليتي عالي بس مش حافظ المكان اللي بيلعب فيه. تكمله الشوط الاولاني ان احنا كملنا على نفس الوتيره، على نفس الضغط. منتخب بتسوانا اول لما بيمسك كوره بنضغط ضغط عكسي وضغط عالي، بنقدر نجيب الكوره. وده انا شايفه ان هو اهم ميزه في وجود مروان عطيه وحمدي فتحي. يا جماعه الاثنين فرقوا معانا جدا، ومروان عطيه اعلى لعيب الماتش اللي فات والماتش ده في الملعب. الراجل بيعمل كل حاجه. الكره الثانيه بتاعتنا ضغط عكسي بتاعنا، بيكمل ناحيه اليمين وناحيه الشمال بشكل ممتاز. بصراحه مروان عطيه فرق جدا مع منتخب مصر الفتره اللي فاتت، وهيفرق جدا معانا الفتره الجايه، واتمنى ان هو يكمل على المستوى ده. انتهى الشوط الاولاني، عملنا اداء ممتاز، طريقتنا في الملعب حلوه، في جمله محفوظه، تجميع اللعب وتحويل اللعب على الطرف الثاني. بس عندي نقطه بسيطه، زيزو انت مستعجل ليه؟ زيزو انا عارف ان انت عايز تجيب جول، بس انت مستعجل قوي. جات لك كوره رده من الجول، كان عندك فرصه تستلم وتوقف وتحط، لكن انت مستعجل دايما ان انت تجيب جول. انا مش عايزك ان انت تحس ان انت مش لعيب دولي، لا زيزو انت لعيب كبير ولعيب دولي، محتاجك ان انت تهدى في الملعب وما تستعجلش انك تجيب جول. ندخل بقى على الشوط الثاني اللي ابتدينا فيه مش قوي. اول 5 دقايق بنحاول نمسك كوره وبنحاول نباصي، الاستحواذ حلو، بتحاول تعمل هجمات لغايه الدقيقه 56 بتسجل الهدف الثالث من عرضيه كويسه من محمد حمدي. الجون طبعا طلع مسك الهوا، عدت لمحمد صلاح على الخط السته، جون. مش بقول لك انت بتلاعب فرقه بسيطه وسهله، ما تصعبش الدنيا عليك. الفتره اللي فاتت كنا بنصعب الدنيا علينا، النهارده احنا مسهلين الدنيا على نفسنا. ده كويس. الدقيقه 56 3-0 مسكت كوره، فضلت مكمل بتعمل تبديلاتك. اللي عجبني النهارده ان انت مكمل في اشراك مصطفى فتحي وابراهيم عادل. خلاص انا عارف بدايلي ايه، بنزل البديل بتاعي، خلاص هو عارف ان هو بياخد ربع ساعه تلت ساعه بينفذ فيها المطلوب منه. وفعلا حصل النهارده ان احنا في الدقيقه 94 مصطفى فتحي بيسجل الجون الرابع. ومين اللي عمله له؟ ابراهيم عادل. يعني انت الماتش اللي فات مصطفى فتحي بيعمل جون لابراهيم عادل، النهارده ابراهيم عادل بيعمل جون لمصطفى فتحي، وبيخلص الماتش 4-0 باداء ولا اروع، اداء احسن من الماتش اللي فات بكتير بمراحل. واتمنى ان الاندماج بين اللعيبه يزيد واللعيبه تكون افضل وافضل. الفتره الجايه هيرجع لك امام عاشور اللي خرج من المعسكر مصاب، وهيرجع لك محمد عبد المنعم اللي ما حضرش المعسكر ده، فده هيفرق في سكوادك. لعيبه كتير هتنضم الفتره الجايه وهتفرق معانا ان شاء الله. ماتش ممتاز. كابتن حسام انت النهارده عملت اداء كويس جدا، عملت جملتين 3 موجودين في الملعب متشافين، ضغط العكسي كان كويس جدا، تحويل اللعب من الجنب اليمين للجنب الشمال كان فارق معانا جدا، وده خلى منتخب بوتسوانا ما يقدرش ان هو يجارينا في اللعب. كان في اخطاء النهارده فرديه من اللعيبه، وده بيحصل لان اللعيبه استسهلت الماتش، لان الماتش بدا بسهوله جدا، ان احنا سجلنا جون في الثاني في الثالث، فخلاص الماتش بقى سهل على اللعيبه. الاخطاء دي سهله في ماتش سهل مش مشكله، لكن في ماتش كبير هتبقى المشكله. على ما اظن ان لعيبتنا بتقدر في الماتشات الكبيره ان هي تركز 100%. اتمنى الاداء ده يكمل معانا في التصفيات كلها ونفضل مركز اول. احنا مش المفروض
ان احنا نضيع ولا نقطه في التصفيات دي. اداء منتخبات اللي معانا في المجموعه ضعيفه جدا. ودي حلقتنا النهارده عن منتخب مصر فوزوا على بتسوانا 4-0. لو عايز تعرف رايي عن الماتش اللي فات هتلاقي الفيديو موجود. لايك وشير وسبسكرايب. انا ديبو وده ما لعبتش كوره.